ويقول: كالسوسنة بين الشوك كذلك حبيبتي بين البنات. الحب الحقيقي والعلاقة القوية بتبان في وسط الأشواك. لكن العروس تقول الكلمات الرائعة باختبار قوي جدا: كالتفاح بين شجر الوعر كذلك حبيبي بين البنين. في الوقت الصعب، في وقت الطريق المرعبة وأشجار الوعر، هو يكون كالتفاح، يشبع ويروي. هللويا. وده اللي خلاها تقول كده: تحت ظله اشتهيت أن أجلس. يلا كده قول معايا: شهوة قلبي في هذا الصباح أعمل زي مريم، أجلس عند قدميه، أتعلم منه، أسمع صوته، هو اللي يرويني ويشبعني، فأقدر أدوس على كل عسل في العالم، أفهم وأدرك إيه اللي بيقدمه العالم، لأني شبعان ورويان، فأدخل إلى حجاله وعلمي فوقي محبة. نعم يا رب، املاني بحبك، غرقني بحبك، اشبعني بحبك. نعم، أنا مريضة حبا، شماله تحت رأسي ويمينه تعانقني. برفض حب العالم، برفض نزوات العالم، برفض شهوات العالم، لأني شبعان بالحبيب. نعم، حبيبي أبيض وأحمر، معلم بين ربوة، حبيبي لي وأنا له. هللويا. يا رب، أنا بصلي بعلاقة قوية مع كل أولادك وبناتك في هذا الصباح. شبعنا بيك، عايزين نرتوي ونشبع بحضورك وبكلامك. نعم يا رب. لكن في رسالة مهمة جدا في الإصحاح ده، فبيقول كده: خذوا لنا الثعالب الصغار المفسدة للكروم. أخويا وأختي، أصلي إن ما يكونش في سهوات أو أمور أنت شايفها صغيرة، أو بتدي لنفسك أو لنفسك مبررات، حتى لو كانت المبررات دي مؤكدة. اعلن كده وقول في اسم الرب يسوع: هحذر من كل ثعالب صغار، لأن في النهاية بتفسد الكروم. أنا بصلي يا رب بنهاية وكسر وفهم لكل ثعالب بتواجهنا في اسم الرب يسوع المسيح.